اهلا حبايبي، النهارده معانا طريقه قراقيش سهله وبسيطه واقتصاديه، من غير سمنه ومن غير لبن، من غير اي حاجه، حتى من غير سمسم. ان شاء الله هتطلع عند حسن ظنك. بس قبل ما ابدا الفيديو، انا لو اول مره تشوفيني، انا اسمي فاطمه ودي قناتي. اتمنى تدعميني باللايك وتشترك في القناه وتشجعوني. نبدا وصفتنا. معانا كيلو دقيق. كيلو دي طبعا النسب زي ما انت عايزه. كيلو دقيق هنحطه عليهم كوبايتين زيت. تمام. معانا واحدة بيكنج باودر وواحدة فانيليا دريم برتقان هتنقلها وحتة تانية خالص، ومعانا خميرة فورية، ومعانا معلقتين سكر كبار هيخلوها تمام يعني كده تتحمر في الفرن. دلوقتي بنضيف المكونات الجافة كلها مع الدقيق زي ما انت شايفة. انا طبعا بسرع شوية عشان ما تملوش. بنضيف المكونات الجافة كلها على بعض اهي. ده السكر اللي هيخليها تحمر في الفرن. ماشي. وهنخلطوا المكونات الجافة دي دلوقتي مع بعضيها، وذرة الملح ما تنسوهاش، سهلة وبسيطة. بتدمجي كله مع بعض. وبعدين دلوقتي هتنزلي بكوبايتين الزيت. بنبداوا بقى نبسوها زي ما بنبسوا الكحك. بتنزلي كوبايتين الزيت. المقادير دي مظبوطه، وعايزه تضاعفي المقدار ضعف الكميه. بتقلبي وبتبداي بقى تنزلي بايديكي الاتنين كده بقى ايه، بتقلبي كده. وبعدين بتنزلي بقى تبسي زي الكحك. دي اهم وانجح خطوه ممكن هتنجح لك الوصفه. يعني بصي، بتمسكي بين كفوفك الاتنين اهو، بتبسيهم. بصي لحد ما تشربي الدقيق الزيت. اول ما يشرب الزيت ويتلم كده وتيجي تمسكيه بكفوف ايديكي كده ويعمل عجينه، تعرفي ان هو تمام. ماشي. هنا عجلنا العجينه اهي، بسيناها يعني اسفه. بسيناها. بصي بتتكور في ايدي قبل ما احط اي ميه. بصي بتتكور في ايدي كده، اتفرولت وبقت مية مية. ماشي. دلوقتي مرحله العجن بقى، هنعجنه زي ما بنقوله بنعجنه العيش عادي. دي ميه دافيه بتنزلي بقى بالتدريج وبتلمي العجينه لحد ما تشرب الميه. وبعدين بتزودي بالتدريج اهو، انا بزود بالتدريج. بتعجني العجين العادي خالص، بس اهم حاجه يتبس كويس خالص. ماشي. دلوقتي عجنا العجينه اهي، اتلمت معايا شايفاها اهي. بصي تعرفيها منين بقى ان هي اهي؟ بصي بقت عجينه اهي. بصي بتتلم معاكي بمنتهى السهوله اهي وبتتعمل. دلوقتي هنيجي مرحله اللي احنا بقى ايه، نشكلوها حبايبي. هنا بقى بدأنا نشكله العجينة، نفضلها كور كده ونفرده زي ما انتوا شايفين. بيبقى السمك ولا رفيع ولا تخين. بص انا بسويها تفضل ما تطلعهاش تخينه عشان ما تبقى مقرمشه كده وحلو. بنجيبوا العجوه، بنفردوها على كف ايدينا كده، وبنحطوها كده بالتساوي عريضه كده عشان تبقى ماليه القرقوشه كده حلوه. تبقى كلها. بصوا بنحطها جنب بعض اهي، منتهى السهوله مفيهاش اي حاجه. بتتني الطرف ده على ده، وبترجعي تبططيه تاني كده. بمشي عليها بالنشابه عشان تبقى رفيعه. عايزه اوصل لسمك معين. تمام زي ما انتوا شايفين اهو. بصي بسويها بايديا. ابدا بقى اقطعها بالسكينه كلها ايه قد بعضها، تطلع هشه وجميله. وان شاء الله تطلع عند حسن ظنكم. بتقطعيها كلها سوا واحد. ده ابني جاي يقول لي ماما خلصت انا جعان. بصي قد السمك بتاعها شفتوا. بنرصه بقى في الصاج زي ما انت شايفه. بصي اهي. في تاني بس انا بوريكم اول صاج. بصوا شكل السمك بتاعها عامل ازاي، والحشوه جوه شكلها عامل ازاي. هنخبزوها على درجه حراره 180 وان شاء الله اوريها لكم. تمام. بصوا انا لسه خلاص ما خلصتش خبيز، بس عملت اول صاج اللي هو بالساده. انا هنا عامله بالعجوه، هنا عملت ساده. بص خبزته اول صاج طلع اهو. بصوا طالعه هشه وجميله وشكلها يشهي ازاي. ان شاء الله تطلع عند حسن ظنكم. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتشجعوني باللايك. مع السلامه.